يمر معنا كثيرا نذكر أقوال الحنفية، وهؤلاء من المسلمين، نذكر أقوالهم وأقوال غيرهم ونرجح ما يكون صوابا. وهذه الفتنة الجديدة لو تأملت كثيرا منهم، يعني سمعنا قبل أيام بعض الزائرين الجدد الفيوش يقول لا يتكلم في أبي حنيفة إلا الحدادية. هذه الفتنة يا أخوان ينبغي أن يعلم كل سلفي أن المقصود منها هي دعوة الشيخ مقبل رحمه الله. القصد هو هدم دعوة الشيخ مقبل عليه رحمة الله، لأن الشيخ مقبلا كان يتكلم في أبي حنيفة. الشيخ مقبل ما هو الذي يتكلم في أبي حنيفة؟ تكلم في أبي حنيفة أئمة الإسلام، أئمة الإسلام كسفيان ومالك وفلان وفلان، صحيح تكلم في أبي حنيفة، والشيخ عليه رحمة الله إنما جمع أقواله في أبي حنيفة. وقائل منهم يقول لا يتكلم في أبي حنيفة إلا الحدادية. الحدادية طلابكم وبين أظهركم وعندكم، ما ربى الشيخ مقبل حدادية وليس هذا المركز بحدادية، ولا حذر كثير منكم من الحدادية كما حذر الشيخ وسائر إخواننا من هذه البدعة. هذه حالها كما يقول ماذا الرافضة في البخاري وهابي. صحيح، يعني الآن سيرجع الإمام مالك وفلان وفلان، بعضهم يقول يسخر، يقول بعضهم يقول في أبي حنيفة أبو جيفة، قال لا أعمش إمام من أئمة المسلمين، خلاص الأعمش حدادي على هذا المذهب. صحيح، هذه الفتنة هذا مقصودها من أول يوم لما وضعوا ذلك التسجيل على غرار هدم دعوة الشيخ مقبل. وإلا فالمراكز في العالم، لا أقول في اليمن التي بنيت من هذا المركز والسنة، لم يكن منها من ورائها إزاحة هذا المركز تماما. هذا الفعل كان نظير فعل الرافضة تماما، وما فعلوا هذا إلا وقد سمعهم أنفسهم أن الرافضة تطالب بإقالة مركز دماج، ولعلهم طمعوا أن يكون لهم إعانة في جانب من الجوانب. ولهذا نظائر كثيرة. طبعا عبد الله البخاري الشيخ مقبل رحمه الله أنه خارجي، وهؤلاء ساكتون، وبعض هؤلاء يمشي معهم كأنه كما يقول بعضهم نكل معناها إلى الله. صحيح، كأنه مفوض. صحيح، أبو حنيفة حنفي، أبو حنيفة يعني ماذا؟ مرجئ، معروف، هذا معروف. تأثر به الإمام الطحاوي، الإمام الكبير المحدث، تأثر بأبي حنيفة ونقل عقيدته متن الطحاوي. ولهذا علق أئمة الإسلام سلفا وخلفا، ومن آخرهم من هم أحياء، ومن آخرهم الإمام الألباني والباز وشيخنا، ونقلنا تعليقاتهم في تعليقنا على متن الطحاوية. صحيح، وهكذا أيضا من أصحاب الرأي، هو رأي معروف. وكم تمر بنا من مخالفات أبي حنيفة لنصوص، وقد ذكر الشيخ رحمه الله فصلا من المصنف لابن أبي شيبة عليه رحمة الله. ومع هذا لا يستحيون وكأنهم لا يفقهون. أين أنتم ألستم تقولون لكم حراس العقيدة والتوحيد؟ هذه العقيدة، عقيدة السلفية الصافية. الآن أبو حنيفة مرجئ معلوم معروف، وهو ضعيف في الحديث. الأحد له مسحة علم بالعقيدة يقول إن أبا حنيفة ليس مرجئا؟ من مرجئة الفقهاء معروف هذا، وقرره أبو حنيفة وغيره، قرره عليه الإمام الطحاوي وبعدهم. صحيح، وهذا مدون. كذلك كتبهم مليئة بالرأي. ثم هل هو محدث؟ ضعيف في الحديث. ها في أحاديث أبي حنيفة. القوم يمشون على هواء وعلى مكر، وبعضهم كما سمعتم يمشي معهم على هذا المنوال، ولهم أساليب أحيانا من هذه، وأحيانا يسيرون على قاعدة حسن البنا نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا. لماذا ما أنكروا على الجابري؟ حتى أخطأ الجابري، يوقع في ضلالات عظيمة فاتحة في الصحابة، في المنهج، في العقيدة، ومع ذلك ولا سمعنا همسا ولا حتى كلمة أخطأ. بل بعضهم يقول جابري كفرني. طيب يا أخي، كفرك لشخصك أو لمنهجك؟ دع عنك هذه، وقيعة في هذه الأمور كلها ولم يحصل شيء. هذه القاعدة عليها، صار على قواعد الصوفية. كذلك الذي يقول نحن أن نسد خرق في السفينة لا تعلمون أنتم،
أي شيء قال العلماء. يا أخي أنا طالب علم، أنت طالب علم تريد أن تفهم المسألة، لا، هذه على العلماء، وعلى العلماء والناس بحمد الله تفقه الناس وفهموا، وهؤلاء مضروا لأنفسهم، والله المستعان.